كلكم ضدي وتريدون إسقاطي؟ ممتاز، هكذا أحب اللعب. أنتم تراهنون على سقوطي وأنا أراهن على الله. حاولوا كما شئتم، فليس من عادتي أن أسقط. الله اكبر، يا هلا والله ليك وحش. فيديو النهارده هيكون عن لا جامد الترند ده بصراحه، دمه خفيف. ولكن يا باشا قبل ما نبدا وصلي على النبي، حط لايك الفيديو، اشترك في القناه، فعل الجرس، روح تابعنا على الانستجرام وخلينا نبدا. تعالي اللي بعده تبقى عامله كده وتقول لك انا كيرفي. لو سمحت حضرتك، هو حضرتك ثلاجة الميتين؟ ثلاجة ايه يا جدعان؟ لا جامد الفيلم ده على فكره، قنبله ضحك، انا بحبه. اللي بعده بجد يخرب بيت رجولتك وغيرتك، بجد غيور قوي، على غيور لدرجه ما تتوصفش، رهيب يا جدعان. شايفين غيران عليها ازاي؟ راح فرد الشمسيه عشان بقى ما يبصش عليها يعني. ده اللي انتوا عايزينه وده اللي بيتقال في الكومنتات، لكن ده بلح بالنسبه لي. ليه بلح؟ لان انت لو بتخاف عليها غطيها في قلب بيتها، يعني وانت خارج بيها من قلب البيت كده غطيها، مش هاخدها اعريها لده ولده واعمل بقى كده يا عيني. عارف بيفكرني بمين؟ بما تلبسيش ما يغر وانا معاك يا دكري. اللي بعده مرات اخويا بتشكيلي منه. ايوه يا ماما عندي ليك اخبار اكتر. ما اعرفش ايه العداوه اللي بين مرات الابن والام ده على مر الزمان. انا عمري ما شفت اتنين بيسلكوا مع بعض ابدا في حياتي. اللي بعده كنت بنام في علبة التونة، ولما كنت بجوع ما كنتش بلاقي اكل، كنت باكل شعر رجلي. مرة وانا صغير كنت في الفصل، كنت في رابعة ابتدائي، فجأة المدرسة قفلت كل الشبابيك، فجأة نور الشمس جاي على وشي انا، بس حسيت ان انا هبقى نجم. على فكره الناس دي بتتكلم بصدق، على فكره يعني انتوا بتتريقوا عليهم ومحفلين عليهم جامد قوي. يا عيني بقى ما فيش حد غيرك اللي تعب. الناس دي تعبت جدا عشان توصل للاماكن دي، وفي الاول وفي الاخر حطها قاعده في دماغك، دي بتبقى ارزاق، يعني دي بتبقى ارزاق وربنا اللي مقسمها، وربنا كاتب لكل واحد رزقه. ده هيطلع لعيب كوره، ده هيطلع دكتور، ده هيطلع عامل، ده هيطلع، هو ربنا مقسم ده. لو بيحبوا الخير لبعض هتلاقي ربنا كرمهم، لكن في بعض اصفر كده او جزء بيبقى اصفر مش عاجبه اي حد. انا احسن من اي حد وانا المفروض اللي استحق كل حاجه، ده غلط. هتفضل دايما طول عمرك ورا. فاهم بالي؟ والله العظيم انا خايف عليك. لو انت حد من العقليه دي بتتفرج، غير بسرعه وركز على نفسك. اللي بعده بتعمل ايه يا حبيبي؟ ركز في اللي هيموت. مين عن شكلك قاعد مركز في تمرينة اللي جنبه. اللي بعده طبعا لازم تهتم برقصتك. لو دخلت فرح شعبي لازم ترقص الرقصه دي. مثلا مشغلين حاجه تعمل الرقصه دي كده. لازم تفتح الفم، لان فتح الفم دليل على التفاعل. بص، ايوه فتحة فم بسيطه، ايوه فتحة فم بسيطه. دي ايه البدله بنت الحرام اللي انت لابسها دي؟ دي يتحضر بقى فرح وكده كاريزما. اللي بعده ده حطها وبيعدل الكوتش يا جدعان. الناس بقى افتكرت يوز استغلال الفرصه اهو. ايوه اكتر. ده بيستغل الفرص صح. يا ريت عندنا الموضوع ده. اللي بعده ده انا بحبك والله، بحبكم اللي في الدنيا ايه. قول لي التراب اللي بتمشي عليه اكحل بيه عينيا. التراب اللي انت بتمشي عليه؟ اه طبعا طبعا. التراب اللي انت بتمشي عليه يا نميسه انا اكحل بيه عينيا. مانيش سامعه. التراب اللي انت بتمشي عليه يا نميسه انا اكحل بيه عينيا. ولا اصدق الكلام ده، اصل انا هبله. مش انت اللي على دماغكم. اموت واعرف افتح دماغ البت فيها ايه؟ فيها ايه؟ يخرب بيت دماغك. اللي بعده يبلع بقى. قوي بقى من هنا للسنه الجايه، اشرب وراه بق ميه. اللي بعده الراجل دوت خسر 35,000 جنيه عشان خاطر زيكو لاعب منتخب مصر. بعد كل مباراة كان المنتخب بيكسبها في كاس العالم كان بيوزع البطيخ اللي على العربيه. اتفضلوا. مش بقول لكم كله جاي عليه؟ انا بقى اكره معلقه لما حد يجي على حد غلبان. الواد ده غلبان وما عملش اي حاجه. ده واحد برضه بياع بطيخ، كانت مصر بتفوز بيوزع بطيخ، قال خسرت كام؟ 35,000 جنيه. اخدهم بقى من مين؟ من زيكو، عشان زيكو ابن حتته. طب هو مال ام زيكو؟ هو اللي قال لك وزع؟ جاب له بقى تيشيرت وجاب له بالتليفون بقى بزراير. يا لهوي، حد يجيب لحد تليفون بزراير في العصر اللي احنا فيه ده؟ انت منوفي ده انت. هو ما قالوش وزع. عاملينه بطل قومي. ايه اللي وزع بطيخ؟ مش فاهم.
محدش قال لك وزع، ده مش ده اكل عيشك، المفروض ما توزعوش. بيعه عشان تاكل بعيش، عشان تصرف على نفسك، ده رجوله. مال زيكو مال منتخب مصر ومنتخب زيكو لوحده، ما منتخب 120 مليون بني ادم، فهو ماله. اعقلوها بقى. الناس بقى طالعه السف وتتريق على زيكو ان يبعت له تيشيرت منتخب مصر وتليفون بزراير. يا نهار اسود، كل الفلوس اللي عندك دي انتوا مالكم بجد؟ انتوا في ايه بجد؟ لما تشوفوا حد لازم نوطي امه ونكرهه بقى، اول ما يوصل نكره الخير لبعض. عشان كده الفقر راكبنا بالزياده، والدنيا بتغلى بالزياده، والناس بتتجاشع على بعض بالزياده، والتاجر بيعلي على المواطن بالزياده. ليه؟ عشان احنا شعب مش سالك. مش كلنا، بس في جزء كبير جدا كده وبالعقليه دي. اللي بعده ايه هي المشكله؟ قولها لي وانا هلاقي لها حل. انت ما بتشتغليش يا مي، مش موظفه، وانا عايز اتجوز واحده موظفه يبقى معاها فلوس ومرتب. انت عايز واحده تصرف عليك يعني؟ الصراحه ايه؟ لا مش قصدي يا مي تصرف على نفسها. مي انا عايز واحده عندها ذمه ماليه مستقله. انت لازم يبقى لك دخل مستقل عشان في يوم من الايام يبقى مالكش لازمه في حياتك. اللي بعده البلوك ايام زمان. تترجى فيا تبكي عليا، مش ممكن يوم هقدر اسامح. تترجى فيا تبكي عليا. وواحد ردد عليها في الكومنتات المراقبه. بلاش نتريق على جراح حد. اللي بعده حبك ولع في الذرة يا حبيبتي، وانا بلملم في الجناديل، عيوني بتبكي من فراقك يا غالية، الحقيني بالمناديل. بس ايه ده؟ ده بجد؟ دي اغنيه دي بجد؟ حبك ولع في الذرة يا حبيبتي، وانا بلملم في الجناديل، عيوني. لو انت زعلان منها ابعت لها الاغنيه دي هتصالحك فورا، ولو هي مش عامله بلوك هتعملها، فهتخليك تتخطى اسرع. اللي بعده ايه يا حبيبتي؟ انت ليه خير يا حسام؟ يعني بعد ربنا وانتي والولاد، وطبعا بقول لاخواتي الكبار اللي هم عسل الراجل ده، انا بحبه على فكره. اللي بعده نزل راسك يا بنت على الارض وامشي. ارفعي راسك، هي بنت سوريه وال دايما راسها مرفوع. يا سوري كلامي عيد، انت القمه. الحس جلاتي، الكلمه اللي انتوا بتقولوها السوريين مشهورين بيها، ده اقل رد بصراحه. يعني ايه الحكمه؟ لكن واحده كده ماشيه في الشارع اللي هو انت منين يا بنت؟ انا من سوريا. نزلي راسك. هاي بنتي سوريه. هاي بنتي سوريه. انت ايه؟ ارفع راسك. يا سوري كلامي عيد. نحتفل بثاني اكسيد الكربون. بجد فيديو محمس جدا. اللي بعده اوعى تقول لي الزحلق عليهم حرام. الواد وقف مكانه لتحت. اوعى تقولها. اوعى. سكرانه ميمو موجعه. اللي بعده فرق بين المصريه والاجنبيه. يا جدع بص المصريه يعني. ده انت عليك واحده يعني صورت البت اللي في حضنك. السلام عليكم. عامل ايه يا باشا؟ استنى كده نخش عليك. سلم عليك. تعالى كده. وايه ده انت تلهم بالعربي. خش عليك كده بقول لك ايه، ما توجعش دماغي كتير، ما توجعش دماغي كتير، واعمل له كده. لا ده جوزها يا جدعان، عشان ما حدش يفهم غلط يعني. انا وانت طيب يا ابو بكر، هابي بيرثداي تو يو. واحلى مسا عليك يا اخويا، وكل سنه وفخدك طيبين. دي بتهني جوزها يا جدعان في عيد ميلاده. صلى على النبي. يتكسف من بنت عمه. ما يجيبش منها خضار ولا فاكهه. اسال سؤال. اتفضل. اكيد الله يرحمه قد ايه في حياتك؟ كتير جدا. البت هتتنفخ لما تروح. اللي بعده يا معفره. ده ماشي يا جدعان دنيا معفره، وريتك التعفيره اللي بحقه حقيقي، وهو ماشي يا عيني كده موجعه قوي قوي. اللي بعده اختبار سريع. بيقولك في الفيديو ده ان لو مسكت قطتك بالطريقه دي ورميتها على الارض، فالقطه تقدر تلف نفسها بسرعه جدا وتنزل على رجلها. فخلونا نجرب الموضوع ده مع عباس ونشوف هل الكلام ده حقيقي ولا لا، ونجيب عباس ونطلب منه يورينا مهاراته وقدراته الاسطوريه. ولكن في البدايه خلينا نجرب الموضوع ده على السرير، عشان بصراحه انا مش واثق قوي في عباس. مستعد يا عباس؟ يلا بينا. واضح ان عباس لسه مش مستوعب الحركه قوي، فخلونا نجرب تاني. ودي كمان مش محسوبه. جرب تاني يا اسطوره ولا يهمك. كده واضح ان الاسطوره ده عباس متقل في الفطار شويه. اسطوره ولا يهمك. كده واضح ان الاسطوره عنده خشونه في الركب، عشان كده خايف ينزل على ركبه لا يتصاب يعني. ده الاسطوره عايز ميه بليمونه. جربها وادعي لي. اللي بعده انا بشترك بقى 17 برو ماكس ده ب 5500. 17 برو ماكس ب 5500. 17 برو ماكس
ماكس ب 5500. تعالى كده بقى نشوف الجهاز فيه ايه بقى. في بلح يا ابني، لكن ما انصحكش ابدا ابدا تشتري الهطل ده، الا بقى لو انت واحد عندك اللي هو تبره بتوته في دماغك، اللي هو لازم امشي في الشارع ابين علامه التفاح، فال 5000 اللي انت هتدفعهم عليهم 5000 وتروح تجيب لك عده انضف واحلى. فاهم بالي؟ اللي بعده وين كنتي؟ انا ريال ولا مو ريال؟ ايه ريال؟ انا ريال ولا مو ريال؟ قالوا له اريال، بص البت عامل قادره. لا بجد والله يخرب بيتك. انا ريال ولا مو ريال؟ قولي شهاب رجال ولا قالب برضه جدع يا بت. لا وهو يخض قوي بصراحه، يخرب بيت حمشنتك. بيفكرني بالواد اللي كتب لي كومنت بيقول لي انت عندك 40 سنه وعندك 40 سنه بتعمل حاجات انا اصغر منك، عندي 33 سنه ما اعملهاش. انا 26 سنه والله العظيم، انا عندي 26 سنه. انا هكدب ليه؟ فمين اللي اصغر من مين؟ انت اصغر مني فعلا، بس في المقام مش في السن. لحته ان انا بالف او تعمل في الدين او بتتكلم في الدين مش عارفه مين، انا ما بفتيش ولا اجرؤ افتي في الدين عشان خاطر الله ورسوله، مش كحته عبد. شفتني فين بالف في الدين وانت ايمانك ضعيف؟ كفايه انت ايمانك انت حته عبد جربوع. حددت علاقتي مع الله سبحانه وتعالى، شفتها ضعيفه ولا قويه؟ انا لو واحد ما ببلعوش شويه دمك سم، شويه انت مش عارفه ايه، شويه انت كبير في السن، شويه ماشي. انا عندي 60 سنه مش 40 سنه. بتتفرج عليا ليه؟ يعني لو حد ما ببلعوش وكبير وناضج بالفعل هخرج وهعمل له انفولو وخلص الحوار على كده. طب بشوفه على الانستجرام برضه هعمل له بلوك على الانستجرام واريح دماغي. مش هقعد احضر له كل فيديو، لا واحضره له بالدقيقه. يعني انا بتكلم دايما او باجي بنصح في اخر الفيديو، ومش هقول نصيحه يعني بنيجي نتكلم مع بعض او بنهون على بعض في اخر الفيديو، ودي عاده بقت مجددا بعملها في اخر كل فيديو. فين التاليف؟ انت بتالف وبتالف في الدين، فين التاليف اللي قلته في الدين؟ انا عارف حدودي كويس جدا مع الله، مش عشان خاطر عباده دول شخ على جنب. المهزئين طبعا محترمين على راسي. هو انا بقول ربنا هيكرمك وربنا يفتح عليك وربنا هيفرجها عليك وما دقت الا مفرجه كده انا بالف في الدين؟ دخلته يعني بص لدرجه ايه، دخل بيني وبين ربي. دي اكتر حاجه ضايقتني بصراحه، ودي اللي خلتني اتكلم. مش موضوع سن ولا موضوع كل الكلام ده هري بالنسبه لي، لكن اللي ضايقني حته انت بتالف في الدين وبتخترع ايات. انا بخترع؟ انت بتحور يا ابن المرض. انا في الدين لا، كله الا الدين. فبلاش، انت كاره ليا اكرهني براحتك، انا مش هقول لك حبني. كرهك حبك زي قلته عندي ملوش اي 3000 لازم، انت مش ام عيالي. لكن حسك عينك تطلع وتقول انت بتالف في الدين. انا لما باجي اقول ربنا يكرمك ولا ربنا يوفقك ولا ربنا هيهون عليك ولا ربنا حطك في اختبار صعب فعشان تبقى قده ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، ما بألفش في الدين. ده كلام موجود، انا بهون عليك. انا ما بطلعش اقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته النهارده حلقه دينيه هنتكلم. انا ما اجرؤش. حتى في ناس مره طلبت مني احط ايات قرانيه او احط ايه قرانيه في اخر الفيديو، قلت لا حرام. يعني منين في اغاني في الفيديو ماشي، والفيديو ترندات ومش عارفه ايه والكلام ده، وبيبقى باين من صوره العرض والعنوان. انا ما بضحكش عليك ولا بقول لك ان انا راجل ديني. فانت ما تحورش بقى، ما تالفش، ما تحددش علاقتي مع رب سبحانه وتعالى. انت ما دخلتش جواه عشان تقول لي انت علاقتك مع ربك ضعيفه. انت مين يا ابن المتضايقه عشان تقول لي كده؟ فكرهك ليا خلي كرهك او جزك عليا خليه. ما تحددش علاقه عبد بالله، فمش انت اللي هتيجي قايم علاقه عبد مع ربه. وصلك يا حيلتها اللي بعده. ايه صورني لوحدي بالله عليك، هيصورني لوحدي. ايه ده؟ انفونس. العيال دي شقيانه وغلبانه والله العظيم. شوفوا لعيبه المنتخب لما طلعت قد ايه كم السلكان. واحد زي امام عاشور السلكان قوي، حسام حسن نفسه حتى المدرب برضه سالك، كلهم ناس سالكه. عشان كده ربنا كرمهم من وسع، يعني ربنا بيكرمهم من وسع على قد سلكانهم. فاسلك ربنا يكرمك. والله العظيم. اللي بعده بنت ابوك يا بنت. ده عايز قلم على قرعته. تلاقيهم بيقولوا عليه مجنون، ما يعرفوش ان هو بيصور فيديو ملعون. اللي بعده دوكو لاعب بلجيكا بعد ما ضرب الحائط بالمنتخب وسابهم في المعسكر في المونديال وسافر. قال لهم الست بتاعتي بتولد وانا مش هسيبها لوحدها. راح بعد اسبوع طلقها. عمل تحليل DNA طلع الواد مش ابنه، خانته. دوكو عنده مشكلة في الإنهاء في الحياة وفي الملعب. عرفتوا ان الخيانة هنا مش عشان خاطر شكلك ولا عشان خاطر مالك. في مجموعة من الرجالة لما الواحدة اللي تكون معاه وتروح تخونه هو كده في نقص، او عشان خاطر نقص مادي او عشان خاطر وضعه مادي. طب دوكو هوريكم فيديو بس صغير قبل ما اطلع اتكلم. شوفوا في الفيديو ده هتلاقوه عارض لها وعامل لها حفلات وفلوس وبتاع وكل اي واحدة تحلم بيه كماديا يعني، وخانته بعد ما قدم لها ده كله. عرفت ان انت ما بيبقاش ليك ذنب لما حد يخونك سواء واحدة او واحد. يعني انت لو بتتخان واحدة او واحد
والله العظيم انتوا ما فيكوا حاجه. لو واحده انت ست البنات هو مش بيخونك عشان انت فيكي نقص او دي فيها حاجه مش فيكي، بالعكس ممكن تكوني افضل واحسن منها 100,000 مره، لكن هو هنا بيخونك عشان هو خاين، طبعه خيانه. ما تاخدش موقف الخيانه عليك انت، ان انا فيا حاجه او انا مش كفايه او انا ما كفتوش عشان كده راح يبحث عن واحده تانية. لا انت كفايه وزي الفل، واللي علمك اللي خانك معاه دي هيروح يخونها برضه عشان دي في طبعه. هو بيخون عشان هو في نقص جواه، هو بيعوض النقص ده. هي الناس دي بتحب دايما تعيش بهرمون، لو جينا اتكلمنا بطريقه علميه شويه بيكون عنده نقص في هرمون الاكسيتوسين، ودي حقيقه. الهرمون ده اللي بيعبر عن الوفاء والامل، ودايما ما بيشوفش نفسه بيكون غلطان، بالعكس بيبقى شايف نفسه ان هو صح جدا، وانت السبب وانت اللي عملت كده وانت اللي خليتني اعمل كده. انت هنا الغلط مش عليك نهائيا ولا انت فيك اي حاجه، انت زي الفل. هو اللي عنده نقص فبيعوض نقصه في حاجات تانية بيعملها. فالخاين بيخون ليه؟ الخاين بيخون عشان هو خاين مش عشان انت فيك حاجه، انت زي الفل. وما تاخدش الموضوع بصدمه عاطفيه، لا بالعكس. ودايما عشان تتخطى، قلتها قبل كده وهقولها تاني، لو عايز تتخطى قدامك 3 خطوات تعملهم. جيب ورقه وقلم واكتب كل اللي هو عمله فيك. كلمه الخيانه لوحدها بس لو كتبتها وحسيتها دي كفايه ان هي تمنعك عنه نهائيا. الحاجه الثانيه او النقطه الثانيه تكتب انت قدمت له ايه. الورقه الثالثه ودي مهمه عشان بتعمل فيها مقارنه، بتجيب الورقه دي على يمينك والورقه دي على شمالك وبتجمع في الورقه دي. ليه؟ عشان عقلك اللاواعي يفهم ويقرا الكلام ده. لما انت بتقراه من الموبايل غير لما تكتبه وتقراه، بيثبت اكتر في دماغك، عقلك وقلبك بيقتنعوا بده. فاللي يخونك سيبه، وهتلاقي ربنا سبحانه وتعالى خلف عليك وعوضك حد انضف واحسن بكتير، فانت تستاهل ده. واسال الله عز وجل ان يحفظكم جميعا من اي خيانه او ان يعيشكم الشعور ده، وان عشتوه اسال الله عز وجل ان ربنا سبحانه وتعالى يكرمكم ويعوضكم بخير كبير ما تكونوش متوقعينه ولا مستوعبين، وتحمدوا ربنا على اللحظات اللي انتوا عديتوا بيها دي، وتحمدوا ربنا ان الشخص ده خرج من حياتكم. فاشوفكم دايما في خير وصحه وسعاده، ودمتم دايما في امان الله. السلام عليكم. فيديو جديد خلص بس الاكشن لسه شغال، يا عيلة محمد صبري رجالة في اي مجال. دوس لايك اشترك عشان الجاي زلزال. محمد صبري ده الدولة مفيش كلام يتقال. اشوف وشوشكم بخير، سلام يا ابطال. محمد صبري وحش الكون، ايوه.